السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. النهاردة هعمل بقى جلاش بس بطريقة شكلها حلو كده، هتعجبكم جدا والطعم كمان احلى. وبصوا بقى شكل الجلاش تحفة ازاي، والشربات هوريكم كده خطوة بخطوة بإذن الله. ولو عايزة تعملي بنفس الطريقة بس مش نفس الرسمة دي براحتك برضك. يلا بينا نشوف هنعمل ايه والمقادير بتاعتنا ايه. بصوا احنا اول حاجة هنبدأ بيها الشربات. دول كوبايتين سكر على كوباية ونص مية على معلقة جلوكوز اللي هو عسل الجلوكوز. هنفضوا كده السكر وهنحطه بقى معاكم المية، كوباية ونص مية. يا جماعة اللي ما صلاش على النبي كده يحب يصلي كتير الايام دي الحاجة اللي هتنفعنا. ودي عصرة ليمون، وهنحط شوية فانيليا. انا بحب احط فانيليا على الشربات. ادي رشة الفانيليا اهيت. هنقلب بقى الشربات دوت على النار تقليبة حلوة. ودي مكسرات انا طحناها عندي في الكبة، هنحط عليها معلقتين سمنة واحط عليها معلقتين شربات علشان المكسرات تمسك في بعضها كده، ولما نيجوا نحشو نلاقوها كلها كده ماسكه في بعضها، ما تتبحترش مننا في الحشو واحنا بنحشوها يعني. احنا كده حضرنا الشربات وحضرنا المكسرات. نجيب بقى معاكم الجلاش دلوقتي علشان نشوف هنعملوه ازاي. هنقلب كده المكسرات بتاعتنا دي. طبعا الحشو ده انت براحتك، عايزه تحطي زبيب وجوز الهند، عايزه تحطي مكسرات، مش عايزه تحطي حشو خالص وتسيبيها ساده عادي. ادي انا جايبه نص كيلو جلاش، مش جايبه كتير عشان طبعا احنا في رمضان، كل سنه وانتم طيبين. هنجيب سمنه، دي سمنه فلاحي على سمنه عاديه براحتك، عايزه تحطيها كلها سمنه فلاحي ماشي، عايزه تحطي سمنه عاديه ماشي. هنقسم النص كيلو الجلاش بالطريقه دي بالنص كده، وهنغطوه طبعا بفوطه عشان ما ينشفش، وناخده ورقه ورقه. ادي كده اول ورقه معانا، هنحطه كده رقه سمنه بسيطه خالص، ندهنه السمنه كده بالطريقه ديت. يلا يا جماعه اللي ما نزلش يحط لايك بقى، حطوا لنا اللايك، لان احنا عندنا القناه باظت خالص زي ما بيقولوا. انا ما بسجلش كتير واهملت في القناه بتاعتي خالص، ومن ساعه ما اهملت فيها نسبه المشاهدات بتاعتها قلت واللايكات. والفيديو ده والله اللي بيظهر لكم في ثواني ده احنا بنتعب فيه عقبال ما بنصور ونعمل ونمنتج، بيبقى بياخد مننا وقت كتير. طبعا انتوا شفتونا عملنا زي كأنك بتعملي مروحة اللي كنا بنعملوها زمان دي في المدرسة واحنا صغيرين. هتبرميها بقى بالطريقة دي كده، وطبعا هتعمليها كده. بصي هتدي معاكي المنظر دوت، هو كمنظر حلو بس يعني مش اكتر. عايزة تعمليها بقى صبع براحتك، يعني عايزة تعمليها صبع براحتك، بس انا بقول ان كده بتدي منظر حلو وبيدي ورق كتير معاكي. يعني بتقسمي الجلاشة على اتنين نصين، فالنص كيلو بيعمل ياما، بيرمي معاكي ياما. بصي بالطريقة دي كده، وتتني كده وتتني كده كأننا بنعمل مروحة بالظبط. طريقة سهلة خالص ومتاخدش وقت معاكي. طبعا يا جماعة انا لسه بقى بقول لكم تاني على القناة اشتركوا معانا كده وحطوا اللايك، ما تنسوش تحطوا اللايك، لان القناة متدمرة، عايزين نعلوها وعايزين ننزله، نرجع ننزل تاني ونرجع نصور تاني، لاني القناة عملت مني خالص واهملت فيها انا بصراحة، وكله بسبب حسين ابني وكسله. هو السبب، كسله ده خلاني انا ما بقيتش اصور. هنعمل كده بالطريقة ديت وهنبرم كده. طريقتها سهلة جدا مش محتاجة اي حاجة. بصوا المنظر، بتدي منظر جميل والله، هي الكاميرا كمان ظلمها. بصوا الجمال والطعم تحفة تحفة. عملنا كده الصينية بتاعتنا كلها كده ودهناها بقى، ندهن اهم حاجة السمنة دي اللي على الوش دي. وطبعا الفرن انت عندك بقى تولعي الشواية وتولعي الفرن من تحت. لو انت عندك الفرن من تحت بس اللي بتولع، ممكن تولعي الفرن من تحت وتحطيه في الصاج اللي في النص، وبعد ما هتبصي تلاقي الاتنين بدأوا يدوا لون مع بعض. يا اما تحطيها من تحت وبعد كده تولعي الشواية.
تسويه من تحت وبعد كده تولعي الشوايه. يعني معاكي دي ومعاكي دي. بصوا الجمال يا جماعه، ويا ريت ما تنسوش اللايك